مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا كامل لاباس، وهذا الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير. وصفتنا لها اليوم راح تكون تحليه بزاف سهله وبزاف بنينه، لا بليبار تاعكم يحبوها وناكلوها برا وما نعرفوش كيفاش نديروها في الدار ولا ما تنجحناش. دونك جبت لكم لا كريم برويلي، الوصفه الاصليه بزاف بنينه بزاف سهله وكامل تقدروا تجربوها. شوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي نحتاجوهم في لا كريم برويلي ديالنا، نحتاجو 5 صفار بيض، نفصلوا البياض عن الصفار مليح، نحتاجو غير الصفار. نحتاجو معاهم 50 غرام سكر عادي، نصف ملعقه كبيره تاع لافاني ورشه تاع الملح، وعندي تاني 200 ملل حليب و200 ملل كريمه سائله تكون 35% ولا 30% مواد دسمه. اول حاجه في كسرونه نروح نحطوا الحليب ولا كريم ليكيد، نحطوهم فوق النار يسخنوا لنا، وهنايا دو بريفيرونس ما تشعلوا لهمش ديريكتومون النار حتى كيطلعوا هاد الخليط هذايا. في ان ريسيبيون نحط صفار البيض، السكر العادي، لافاني، الملح، ونبقى نحركهم هكذايا بالفوي. هنايا لافاني الى كانت توفرت عندكم يعني لي غوس دو فاني ولا لا فاني ليكيد اللي تكون ريحتها فريمون مليحه استعملوها، سينو استعملوا لا فاني اون بودر، على بالي كامل عندكم في الدار دونك درت بيها وراح تجيكم تاني بزاف هايله. خيروا برك اون فاني اللي تكون جديده وريحتها مليحه. نبقى نخلط هكايا بالفوي حتى يبيض لي مليح الخليط ديالي وليجيرمون يضاعف الحجم ديالو، ما يطلعوهش بالباتور. ما ننصحكمش كامل تطلعوه بالباتور باسكو راح يدخل فيه بزاف الهواء، وحنا ما نسحقوش هذاك الهواء، نسحقوا برك الخليط ديالنا يتخلط مليح يتجانس ويبيض كيما هكذايا. من بعد ما نتحصلوا على هذا القوام نبقى نزيد في الحليب اللي يكون دافي برك، يكون بدا يسخن، ما نخليوهش حتى يغلي سينو ما تنجحش معاكم الوصفه. وامام راكم تفرغوا في الحليب، امام راكم تحركوا بالفوي، ما تحبسوش كامل تحرك بالفوي باسكو راح يطيب لكم هذاك البيض وتاني ما تنجحش معاكم الوصفه وحنا نسحقوه ماشي طايب. هنايا في سنيمه راح نوجد لي غامكان اللي يدخلوا للفوغ. انا عندي لي غامكان سبيسيال كريم برويلي، الا ما عندكمش استعملوا اي غامكان اللي يدخل لكم للفوغ باش ما يترتقش هذا مكان. نعمر لي غامكان ديالي، انا كما راكم تشوفوا الغراف ديالي صغير، درت 2 غرارف في كل غامكان، وهذه الكميه خرجت لي 5 حبات يعني 5 غامكا. الا حبيتوا تضاعفوا الكميه راح تخرج لكم اكثر بيان سور. من بعد هنايا راح ندير كوم ان بان ماري. هنا عندي الماء اللي يكون مغلي مليح، لازم تغليوه فريمون تري بيان يلحق لدرجه الغليان ويدير لكم هذوك الفقاعات. راح نفرغوا في سنيوه لي حتى نلحقوا للنص تاع هذوك لي غامكان، لازم تعمروه حتى للنص، ما ديروش تحت النص وماشي فوق النص هكا باش يطيبوا لكم مليح. وهذه هي الطريقه الصحيحه اللي طيبوا فيها لا كريم برويلي ديالكم. بالنسبه للطياب نطيبوهم في فرن مسخن مسبقا، نغسلوه كامل نديروه في 150 درجه ولا في المينيموم، نطيبوهم لمده ساعه كامله، ما تحلوا الفرن ما تطلعوا عليهم ما والو، ساعه كامله راح تكون سوفيزونت باش يطيبوا لكم بيان. بعد ما تخرجوهم من الفوغ نحوهم هذاك لو بان ماري وخلوهم لمده 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه حتى تشوفوا باللي بردوا لكم شويه يعني ولاو دافيين، باش تدخلوهم في الفريجيدار يقعدوا لكم مينيموم 1h30. لازم تخليوهم على الاقل ساعه ونص في الفريجيدار، وقد ما خليتوهم قد ما يجيوكم ملح، يعني تحبوا تخلوهم من الليل حتى الغدوه من داك ولا نتوما واش حبيتو. بعد ما بردوا لي مليح هنايا جبتهم وراح ندير لهم لو سكر من الفوق باش نديرو باش نحرقوا وندير كريم برويلي كيما واسمها يعني كريم برويلي. هنايا تحبوا تستعملوا لو سكر السكر البني ولا تحبوا تستعملوا السكر العادي يجيكم في 2 بنان. انا صراحه في 2 يعجبوني، في 2 بنان اللي يكون عندي نديرو، وكم عندي هذايا في الدار سكر قلت ندير به نوري لكم كيفاش يجي من الفوق، ونزيد ندير لكم بالسكر الابيض زين تاني نوري لكم كيفاش يجي من الفوق. هنايا سكر برك يجيكم شويه يابس على السكر العادي هذا مكان. دونك ندير كميه من السكر من الفوق ونمشيها هكايا مليح.
من بعد بشاليمو نحرق هذاك السكر. هنايا من الاحسن يكون عندكم شاليمو باش تجيكم فريمون لا تيكستور اللي راكم تستناوها من لا كريم برويلي. الا ما عندكم شاليمو ديروا لهم كامل السكر ودخلوهم في الفوق، شعلوا لهم الفوق وطلعوهم للفوق كامل ماكسيموم 4 مينوت، ما تزيدوا لهمش سينو راح تدور معكم هذيك لا كريم اللي من تحت وما تجيكمش مليحه. دونك ننصحكم تستعملوا الشاليمو. تقدروا ديروا لا كريم هذيك وحدها بلا ما ديروا لها السكر من الفوق، راح تجيكم على شكل فلون وتاكلوها هكاك تاني بزاف بنينه. هنايا جيت ندير لكم تاني حبه واحده اخرى بالسكر العادي وتشوفوا كيفاش نحرقها من الفوق. انا من الفوق دارت لي واحد الطبقه تاع الفقاعات هذوك كي نشفت ولات هكذاك سي نورمال. تحبوا تنحوها وتحبوا تخلوها، وريت لكم في يعني كي تنحوها كيفاش تكون وكي تخلوها كيفاش تكون، وفي زوج يعني حاجه عاديه. انا برك نحب نحيها باش تجيني لا كريم بيان ليس من الفوق، وهذاك لو كراميل يجيني بغيون وتاني هو يجيني ليس من الفوق. سينو شاليمو تقدروا تشريوه ويقعد لكم لمده طويله، ما راح يتكسر ما راح يصرى به والو، يقعد لكم غير الغاز تعمروه، يعني تعمروا له برك الغاز، راهم يتباعوا القرع تاع الغاز. هنايا وريت لكم وحده كي نحيتها من الفوق كيفاش تجينات، وانا هذا هو كيفاش نحب لا كريم برويلي. لازم نحب كي نشوفها نات من الفوق باش تجيني شابه وتمثلكم فريمون لونفي باش تاكلوها، وهذاك السكر يجيكم بغيون من الفوق. كيف السكر الابيض نحرقوه هو تاني من الفوق بهذه الطريقه، يعني ما كان حتى حاجه اللي كومبليكي ولا حاجه اللي واعره. وما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في لا ديغوستاسيون. اي فوالا راني وليت معكم بعد ما حرقت كامل هذاك السكر اللي من الفوق، عاودت رجعتهم فريجيدير 5 مينوت بردت لي مليح هكا باش كي ندوقوها لازم تكون بارده وهكا باش تجيكم فريمون بنينه والذوق الاصلي تاع لا كريم برويلي. هنايا راح نخليكم تسمعوا القرمشه ونولي معكم. كيما سمعتوا معايا راح تجيكم فريمون كروسيونت من الفوق وكريموز من الداخل، وواحد القوام بزاف بنين، والبنه ديالها هايله ما تتعاودش وبزاف سهله. ما تقدروش تقولوا لي كاين ان ديسير بلو فاسيل كو لا كريم برويلي بهذه الطريقه. دونك ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحه اللي جيتوا معايا لا فيديو للاخير. ما تنساوش تخليو لي رايكم في لي كومونتير، جامي بارطاج سا في بليزير توجور. نقول لكم استناوني في وصفات اخرى ان شاء الله، وسورتو جربوا هذه الوصفه سينو رايحين تندموا بزاف. على بالي راح تعجبكم فريمون بيان، وتاني ما راهيش كامل كومبليكي. تخلطوا البيض والسكر واللافاني، تزيدوا لهم الحليب ولا كريم ليكيد، ومن بعد تحطوها طيب وتحرقوا هذاك السكر من الفوق، وهكذا راهي واجده معكم. تبعوا برك لي زاستوس اللي مديتهم لكم وحده بوحده وراح تنجحوا فيها وتجيكم بزاف بنينه ما تراطيوهاش. يعطيكم الصحه اونكور اون فوا وسلام.